كم مرة كنا بنقرأ عن موضوع علمي وبعدين لقينا إنه نظرية فقلنا دي مجرد نظرية، وكم مرة كنا بنتكلم مع حد وقلنا دي مجرد نظرية ليس إلا. ولكن في الحقيقة إحنا فاهمين تعريف نظرية بشكل مختلف عن التعريف العلمي الحقيقي ليها. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا المعنى الحقيقي للنظرية. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. دايما في استعمالنا لكلمة نظرية في الحياة العامة بنطلقها على المعلومات الغير مؤكدة علميا أو المعلومات البعيدة عن الحقائق العلمية. وفي معظم الأحيان لما بنبقى في نقاش علمي مثلا بنروح قايلين دي مجرد نظرية، وطبعا بنكون قاصدين بكلامنا ده إنها معلومات غير مؤكدة أو شيء نظري لا يمت للحقائق العلمية بصلة. بس في الحقيقة المفهوم ده خاطئ، ويمكن يكون جاي من إن كلمة نظرية بتتشابه مع كلمة نظريا في اللغة العربية، واللي هي قريبة من كلمة نظري اللي بيخلينا نفتكر إنها شيء غير مؤكد وعبارة عن فكرة أو خيال. وكتير سمعنا عن مناقشات عن نظرية التطور مثلا بيتقال فيها دي مجرد نظرية، وإن مثلا الجاذبية حقيقة مثبتة علميا لأن ليها قانون فأصبحت حقيقة علمية. بس للأسف المفهوم الشائع ده غير صحيح، لأن الحقيقة والقانون والنظرية والفرضية كلهم ليهم معاني محددة جدا في العلم، وبيعتبر متناقض تماما للاستخدام الشائع في حياتنا اليومية. ويمكن أكتر مفهومين مختلفين ومتناقضين بين العلم والاستخدام اليومي في حياتنا هو مصطلح النظرية والفرضية. أولا كده الفرضية هي رأي مبدئي بيدي تفسير مؤقت لظاهرة معينة، وغالبا بتتبني على احتمالية لا تستند على حقائق واضحة أو كاملة، وبتبقى غالبا هي نقطة البداية اللي بيتبني عليها الاحتمالات بعد كده. ثانيا بقى النظرية، ودي بتعتبر مفهوم عام وشامل للعديد من المجالات الحياتية، فنلاقيها بتدخل في كافة المجالات العلمية والاجتماعية والكونية، وتعريفها البسيط هو إنها قضية بتثبت صحتها بحجة ودليل وبرهان. وهنا نلاقي الاختلاف بين الاستعمال العام لكلمة نظرية وبين التفسير العلمي ليها. فعلميا النظرية العلمية لازم تكون مستندة على حقائق ودلائل، وإنما استخدامنا ليها في حياتنا بيبقى بمعنى إنها مجرد رأي غير مثبت علميا. وعلشان نفهم أكتر الاختلاف ده ونظرة العلم لكلمة نظرية لازم نفهم تفسير المصطلحات زي الحقيقة العلمية والقانون والنظرية والفرضية. بالنسبة للحقيقة فهنلاقي في العلم إن الحقيقة هي ملاحظة أو مشاهدة تم تأكيدها لأكتر من مرة، بحيث يقدر العلماء من جميع الاتجاهات والأغراض العلمية قبولها على إنها حقيقة. لكن طبعا كل حاجة في العلم بتيجي بمستوى من عدم اليقين، وعلشان كده مفيش من الناحية العلمية حاجة صحيحة تماما بدون مجال للشك. يعني ممكن نقول مثلا إن كل طيور النورس لونها أبيض، بس في دايما فرصة إنك تشوف طائر نورس لونه رمادي مثلا، فتصبح الحقيقة دي مجرد خرافة. وممكن نشرح الحقيقة من خلال مثال إننا نقول لو سقط من يدك قلم فإنه يقع على الأرض، وفي المثال ده بتبان الحقيقة في إنك كل ما تسيب قلم من إيدك هيقع على الأرض، فنقدر نقول إنها حقيقة. بس العلم زي ما قلنا دايما بيسيب مجال لفرصة صغيرة جدا بحيث إن يمكن أن يحدث غير ذلك بشكل أو بآخر. يعني الحقائق اللي موجودة في حياتنا دلوقتي ممكن تتعدل قدام أو حتى تتغير. بالنسبة بقى للفرضية فنقدر نقول إنها التفسير المبدئي حول مشاهدة أو ملاحظة بيمكن اختبارها، يعني هي بتعتبر نقطة البداية والانطلاق لتجارب للوصول والتأكد من المعلومة المفترضة. فأي معلومة بيكون معاها افتراضات، زي لما نقول مثلا إن كل طيور النورس لونها أبيض علشان في حد بيدهنهم باللون الأبيض، أو ضوء الشمس بيخلي ريشهم لونه أبيض، أو مثلا إن ريش النورس بيفتقد للصبغة المسؤولة عن الألوان التانية وما إلى ذلك. وبعد ما تطرح كل الفرضيات دي بتقدر تتأكد منها عن طريق التجارب، وتأكيد الفرضيات اللي ليها دلائل عن الفرضيات التانية طبعا، ده في حالة وجود دلائل على الفرضيات دي. وممكن نشرح موضوع الفرضيات ده باستخدام المثال السابق عن القلم. يعني ممكن نقول إن القلم بيقع على الأرض لأن في قوة تسحبه نحو الأرض. وطبعا على مر العصور كان في كتير جدا من الفرضيات حول سقوط الأشياء عند إسقاطها، من أول اعتقادات أرسطو حتى وصول نيوتن اللي كانت فرضيته في البداية إن الموضوع ده بيحصل بسبب قوة جذب وسماها الجاذبية. وقد تعتقد إن المفروض تكون النظرية هي الخطوة اللي جاية في الطريق ده إلى الحقيقة العلمية، لكن في الحقيقة فالخطوة اللي بعد الفرضية هي القانون، وده مش معناه إن القانون أقل من النظرية، لأنه بيعتبر شيء مختلف تماما.
وفي العلم القانون بيعتبر هو الوصف التفصيلي للطريقة اللي بتحصل بيها الأشياء. يعني لو طبقناه على المثال المشترك بتاعنا هنلاقي إن قانون الجاذبية العام لنيوتن بيوصف طريقة سقوط القلم على الأرض على إنها قوتات تجاذب بين جسمين ماديين بيتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما. واللي بالمناسبة كان قانون استنباطي، يعني تم التوصل إليه عن طريق المشاهدات والتجارب مش على البرهنة والاستنتاجات من قواعد وقوانين نظرية. وزي ما بنشوف في قانون نيوتن إنه بيوصف الطريقة اللي بتتصرف بيها الأشياء بشكل دقيق، وغالبا ما بتكون القوانين متعلقة أكثر بالرياضيات والفيزياء والعلوم المشابهة ليها. بس برضو القانون مش بيفسر كيفية حدوث الشيء، هو بيفسر طريقة حدوثه مش ليه بيحصل. ومن هنا بنقدر نروح على النظرية. تعريف النظرية بقى هي التفسير الأفضل للحقائق الموجودة حوالينا واللي بيتم الوصول ليها عن طريق الأساليب العلمية، واللي برضه بتختبر لأكتر من مرة وبأكتر من شكل لحد ما بيتم التأكد منها تماما باستخدام الملاحظات والتجارب. يعني ببساطة نقدر نقول إن النظرية العلمية هي الشكل الأكثر موثوقية ودقة وشمولا للمعرفة العلمية. ولو جينا طبقناها على المثال المشترك بتاع سقوط الأشياء هنلاقي إن النظرية النسبية لأينشتاين بتقول إن الكتلة والطاقة بتجعل الزمكان ينحني، وبالتالي بتنشأ قوة الجاذبية من انحناء نسيج الزمكان. نيوتن كان بيقول إن كل جسيمين بينجذبوا على أساس ضخامة كل منهما والمسافة بينهم، لكن بعده جاء أينشتاين ليكتشف إن الموضوع ده بيحصل بسبب إن كتلة كل كائن بتشوه نسيج الكون، وكل ما كبرت الكتلة دي كلما زاد التشوه ده. بالتالي فإن النظرية هي النسخة النهائية الصحيحة لجميع البيانات العلمية. بس زي ما قلنا في الأول إن العلم دايما بيسيب مجال قليل جدا للشك. فعلى سبيل المثال لما نحاول نطبق نظرية أينشتاين على ميكانيكا الكم بنلاقي إن النظرية بتنهار. ده مش معناه إن النظرية خطأ، لكن ميكانيكا الكم نفسها بتتعامل مع سلوك الجزيئات الغير ذرية الصغيرة. ودايما بنلاقي العلماء بيقولوا فرضيات كل فترة عن الجاذبية. ده مش معناه أبدا إن أينشتاين أو نظريته غلط، لأن نظرية النسبية بتشرح الغالبية العظمى من ملاحظاتنا، وفي كل مرة بيحاول العلماء إثبات إنها خطأ بيفشلوا في ذلك. ومن هنا بنقدر نشوف قوة النظرية العلمية لأنها مبنية على أساس قوي بما فيه الكفاية، وحتى لو وجد فيها بعض الشقوق فيمكن أن تثق بأن الهيكل ككل سيظل قائما وصحيحا، طبعا حتى يظهر جديد في العلم. في النهاية فإن العلم مش بينتهي وبيتغير دائما، والهدف منه هو وصف كيفية عمل الأشياء والتنبؤ كيف ممكن أن تكون في المستقبل أو كيف كانت في الماضي. وهنحتاج دايما للفرضية والنظرية والقانون مع بعض علشان نفهم الصورة كاملة. واتمنى نكون فهمنا الفرق بين المعنى الحقيقي والعلمي للنظرية وبين المعنى الدارج المستخدم ليها في حياتنا اليومية. قولوا لنا في الكومنتات اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل.